هل انت كمصور تعرف تستغل كروب فاكتور لصالحك؟ مساء الفل، ازيك يا مليونير؟ منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ في فيديو النهارده هنتعرف على الكروب فاكتور او معامل الاقتصاص وازاي تستغله لصالحك كمصور. بس يا ريت تبقى حاضر الفيديو اللي فاتت على شرح احجام السنسور. لو لسه ما شفتوش اللينك بتاعه في الاي اللي فوق واللينك بتاعه في الديسكربشن برضه. الكروب فاكتور ده جه منين اصلا؟ جه من الفرق بين السنسور الفول فريم والاي بي اس سي او الكروب فريم. وزي ما عرفنا في الفيديو اللي فات ان كل شركه طورت الاي بي اس سي من خلالها هي او بطريقتها هي، فبالتالي خلى كروب فاكتور خاص بكل شركه مختلف عن الثاني. يعني شركه زي كانون مثلا الكروب فاكتور بتاعها 1.6، لكن شركه زي سوني اللي انا بصور بيها او نيكون الكروب فاكتور بتاعهم 1.5. فبرضه عشان تبقى عارف كل شركه، لو انت غير الشركات دي ادخل على جوجل اعمل سيرش عنها، اكتب اسم الشركه واكتب جنبيه كلمه كروب فاكتور وهيطلع لك الكروب فاكتور بتاع كل شركه على حسب الشركه اللي انت بتصور بيها او اللي انت بتستعملها. وامتى يحصل الكروب فاكتور ده؟ لما تجيب عدسه بتاعت سنسور فول فريم تركبها على سنسور كروب فريم، فبالتالي الفتحه اللي بينزل منها الاضاءه من خلال العدسه على السنسور كبيره، فبالتالي السنسور ايوه كله منور بس في جزء بعيد عنه براه الاضاءه جايه عليه كله، فبالتالي الكادر بتاعك برضه بيصغر. فده هو الكروب فاكتور، ان دلوقتي العدسه مثلا الفوكال لينس بتاعتها 50، لكن لما تركبها على سنسور كروب فريم هيبقى الزاويه اقل، يعني هتضربها في معامل الاقتصاص فهتبقى اكبر من كده، تبقى مثلا 75 او حاجه زي كده. لكن لو ركبت بقى العكس، عدسه بتاعت كروب سنسور على سنسور فول فريم، ايه اللي هيحصل بقى؟ لان المساحه اللي نازل منها الاضاءه من العدسه على السنسور صغيره، فبالتالي مش السنسور كله منور، السنسور يا دوب منور على اللي هي المساحه بتاعت الكروب فريم اللي قلناها في الفيديو اللي فات، هي بس اللي منوره، والباقي السنسور كله مظلم ما فيش اضاءه نازله عليه. وبرده الكادر بتاعك هيبقى صغير على كد العدسه الجديده، لكن الزاويه بتاعت العدسه او الفوكال لينس بتاعها مش هيتغير، هيفضل ثابت زي ما هو، لان دي انت مركب حاجه صغيره على فول فريم كبير، فبالتالي الاضاءه اللي نازله منها كلها هتبقى نازله كلها بس على جزء معين على كد الكروب سنسور، مش الفول فريم كله منور. فبالتالي دي هيعمل معاك تاثير معين في الفيديو بتاعك او في الصوره بتاعك، هيخلي فيجنت او في حواف سوداء حوالين الصوره بتاعتك او حوالين الفيديو بتاعك، وده علشان السنسور كله مش منور، في جزء مظلم اللي هو الفرق بين الكروب فريم والفول فريم، لان انت مركب بتاعت كروب فريم، فكانك انت السنسور اللي بيجي جوه الكاميرا بتاعتك بيجي كروب فريم مش فول فريم، لان مش كله منور الجزء على كد الكروب فريم على كد العدسه اللي انت مركبها بس. وعشان تتجنب الحاجه دي ما تحصلش معاك الفيجنت دي، لو انت مش عايزه ممكن تعمل حاجه، يا اما توسع فتحه العدسه على الاخر، وممكن برضه هيبقى فيه بس هتخف معاك شويه، لكن لو عايزها تتلغي خالص يبقى تستخدم الكروب مود في الكاميرات الفول فريم. الكروب فريم احيانا بيبقى فيها مود تشغله يعمل لك كروب للسنسور كديجيتال، يعني مش هيقص السنسور كامل زي ما هو، بس هيشغل لك جزء على كد الكروب فريم جوه الكاميرا بس، باقي هيبقى مش شغال. يعني تعالوا ناخد مثال بقى عشان نفهم اللي احنا حكيناه الاول ده نفهموه احسن يعني بالمثال. انا دلوقتي معايا كاميرا كروب سنسور زي اللي انا بصور بيها دي، وجبت عدسه 50 مللي بس بتاعت فول فريم مش كروب سنسور وركبتها عليها، ايه اللي هيحصل معايا؟ اول حاجه الفوكال لينس بتاعك هيتغير، ما يبقاش 50 مللي. ليه؟ عشان 50 مللي هضربها في معامل الاقتصاص بتاع مثلا سوني 1.5 هتبقى 75 مللي الفوكال لينس بتاعي بدل 50، فدي معامل الاقتصاص. ده اول حاجه هتحصل معاك، الفوكال لينس بتاعك اتغير. ثاني حاجه هتحصل معاك ان ما دام الفوكال لينس بتاعك اتغير فالكادر بتاعك بيجي اضيق، لان بيجي المسافه اكبر لقدام بتاعت العدسه، فبالتالي الكادر بتاعك صغر. في حد يجي يقول لي طب وانا اعمل كده ليه اصلا واتعب دماغي انا بالحوارات دي والقصص دي، وانا اركب كل عدسه على السنسور بتاعها واريح دماغي؟ هقول له كلامك صح مش غلط، في اسباب بتخلي الناس تعمل كده. اول حاجه ليه الناس بتعمل كده؟ لان اسعار كاميرات الفول فريم اسعارها غاليه قوي، فبالتالي في ناس بتحب تطور شغلها وتاخد الكواليتي بتاعت عدسات الفول فريم، فبتجيبها وبتركبها على الكروب سنسور مع مراعاه الكروب فاكتور. ده اول نوع من المصورين ليه هو بيستغل الحاجه دي او بيستعمل الكروب فاكتور. في نوع تاني بقى من المصورين هو بيبقى قاصد انه يستعمل الكروب فاكتور، زي مصورين مثلا
الحياه البريه، الحيوانات الشرسه، الالعاب الرياضيه. هم ليه بيعملوا كده؟ لان هم بيبقوا عايزين ياخدوا كادرات قريبه من العناصر اللي بيصوروها بس من غير ما يجربوا هم بنفسه. يعني مثلا لو معاه كاميرا كروب فريم وجاب عدسه مثلا 70-200 بس تبقى فول فريم وركبها عليها، الفوكال لينس اللي هتديهوله بعد كده هتبقى 105-300، فبالتالي عطتله رينج زوم اعلى بكتير من غير ما يجيب عدسه اعلى منها. هو اصلا 70-200 تقريبا ما فيش اعلى منها، يعني دي اكبر حاجه. فهو 70-200 هو عايز يجرب اكتر ما فيش، فبالتالي يركبها على كروب سنسور فتديله مسافه زوم اعلى، وبيجي طبعا الزوم بتاعه اكبر لانه استغل كروب فاكتور لصالحه. في برضه واحد يجي يقول لي طب ما انا استعمل الاستعمال الطبيعي بتاع العدسات وبعد ما اصور الصوره في برامج الايديت اعمل زوم للعنصر اللي انا عايزه واكبر. هقول له كلامك صح، واحيانا بنعمله كده بس بنبقى مضطرين او يعني في ظروف معينه بنعمله الحاجه دي، وده لانك لما تعمل كده انت بتقلل الكواليتي بتاعت الصوره، لان انت بتقص من يعني مثلا السنسور بتاعك 24 ميجا بكسل، فالصوره كلها ال 24 ميجا بكسل متوزعين على مساحه الصوره كلها. لما انت تقص تاخد منها حته معينه فانت مثلا هتاخد 16 ميجا بكسل والباقي رميت، فبالتالي كواليتي الصوره بتاعتك قل. فدي فايده الكروب فاكتور، انك ممكن تاخد كادرات بعيده عنك بس من غير ما توصل للكواليتي بتاعت السنسور بتاعتك. يعني بتاخد كواليتي الصوره كلها يعني ال 24 ميجا بكسل مثلا كلهم وانت بعيد عن الحاجه بمسافه كبيره، فدي فايده الكروب فاكتور. لكن لما تقصها على برامج الايديت انت بتخسر الكواليتي من الصوره. ممكن ايوه تنفع وتمشي احيانا، واحيانا بنعملوها بس بنبقى مضطرين او في ظروف معينه بنعمله كده بالبرامج الايديت، ناخد كروب مثلا جزء معين من الصوره، لكن كده بتخسر الكواليتي من مساحه السنسور بتاعك. اما انت تجيب كاميرا بميجا بكسل اقل، انت دافع فلوس عشان تخسر الميجا بكسل مالهاش لازمه، انت ما استفدتش كده من السنسور وبامكانيات الكاميرا اللي في ايدك. ملحوظه للناس اللي بتستعمل الكروب فريم في كاميرات، لو عندك كاميرا كروب سنسور زي حالاتي وهتجيب عدسه عشان تطور من شغلك يبقى لازم تخلي بالك من موضوع الفوكال لينس. يعني انا مثلا عايز اجيب عدسه 50 مللي، الفوكال لينس بتاعها 50 او البعد البؤري بتاعها 50، فما اروحش اجيب واحده 50 فول فريم. ليه؟ لان الفول فريم ال 50 مللي لو حطيتها على الكاميرا بتاعتي هتديني 75، فانت كده ما وصلتش للبعد البؤري اللي انت محتاجه. لكن انا عايز اجيب 50، عايز اوصل ل 50 بالعدسه الجديده اللي انا هجيبها، فاروح اجيب عدسه 35 مللي احطها على السنسور الكروب فريم وهي فول فريم تديني 52.5 او 52.5 مللي. فدي ملحوظه تخلي بالك منها لو عندك كروب سنسور وحابب تجيب عدسات فول فريم عشان تطور من شغل. يبقى الخلاصه عشان نلخص كل اللي احنا قلناه في الفيديو ده، يبقى اول حاجه في الخلاصه لو حابب تستعمل عدسات فول فريم على كاميرات كروب سنسور عشان تطور من شغلك او تحسن من كواليتي الصوره بتاعتك، يبقى تخلي بالك من حاجتين. اول حاجه الفوكال لينس اللي هيطلع بعد ما تضربه في الكروب فاكتور، والكروب فاكتور بتاعك كام عشان تضرب فيه الفوكال لينس بتاعك. رقم 2 لو انت مصور بتحب تبقى بعيد عن العناصر اللي انت بتصورها، انت مثلا مصور وايلد لايف او حياه بريه او حيوانات شرسه او مسابقات رياضيه مثلا كوره او حاجات زي كده ومضطر تبقى بعيد عن العناصر اللي انت بتصورها، يبقى افضل خيار ليك انك تركب عدسات فول فريم على كاميرات كروب سنسور عشان يبقى الفوكال لينس الجديد اللي هيطلع معاك كبير ويديك رينج زوم كبير. رقم 3 لو استعملت الاستعمال الطبيعي بتاع العدسات، يعني الفول فريم ركبت على فول فريم والكروب فريم ركبت على كروب فريم، يبقى ما تشغلش بالك خالص بموضوع الكروب فاكتور لانه مش هيحصل معاك اصلا. ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد، والشير مع اصحابك عشان الكل يستفيد. والى هنا عزيزي المليونير لقد انتهت جرعه دوبامين التعلم من هذا اليوم، انتظركم في جرعه اخرى، الى اللقاء.